زي الحال. اكتر حاجه بتلمنا كعيله لما نقعد نتفرج على فيلم حلو او تمثيليه حلوه. يعني اذا حد بيتفرج على كوره بتلاقي ناس بتحبه ولاح الناس لا، اذا حد بيتفرج على برنامج مسابقات او فوازير ناس عايزه وناس لا. لكن التمثيليات والافلام هي اكتر حاجه بتلمنا، فيها سحر عجيب كده، ونقعد نجري ورا الممثلين واخبارهم وصورهم وحاجه جميله. لكن الناس دايما بتقول والله احنا مش قوي اللي بتقولوا ده، لانه واحنا قاعدين كل تمثيليه ليها ناس غير التاني وما بقتش تلم العيله ولا حاجه. يعني ولادي مثلا بقوا شايفين انه لا يتفرجوا على اجنبي احسن، الولاد الصغيرين يروحوا يجروا على ديزني اكتر. مش عارفه ايه الموضوع وازاي نخليها تاني تلم العيله. علشان كده قلت النهارده يا ترى احنا زمان كنا اكثر حظا لما كانت تنزل مسلسل يكسر الدنيا زي ليالي الحلميه ده ما تلاقوش مخلوق في الشارع. طب السنه دي احنا عندنا 30 40 مسلسل وبينزل يجي 30 40 فيلم، ومع ذلك بنجري ورا العيال علشان يقعدوا معانا كاننا بنشحتهم. مش كده ولا ايه؟ صح جدا. معايا اسراء النهارده صاحبتي وبتشتغل. ازيك يا اسراء؟ عامله ايه؟ الحمد لله. بتشتغل مذيعه وفويس اوفر. مش كده؟ وبموت انا في الصوت، احنا عيله عيال جدا على فكره. ايوه يعني موت في الكرتون والاصوات اللي في الكرتون. ومعايا لبنى خبيره اعلام، وكل سنه بتمسكوا التمثيليات تجروا وراها. مش كده؟ في المجلس القومي للمراه. فقولي لي بقى يعني احنا محظوظين اكتر ايام ما كان بيبقى هي تمثيليه واحده والشارع كله فاضي كده وكلنا قاعدين بنتفرج، ولا الولاد والجيل ده هو اللي محظوظ اكتر عشان عنده تنوع كبير وبيتفرجوا على حاجات كتير؟ انا متهيألي انه لا، كنتوا محظوظين اكتر مننا بكتير. علشان كان في حاجه مناسبة كل يتفرج عليها، كل يتبسط بيها. مفيش بقى الفاظ ولا مناظر ولا عنف زياده ولا حاجه اقول لا انا مش عايزه ابني يتعلم كده، مش عايزه بنتي تلقط اللفظ ده ولا تتصرف ولا تمشي المشيه دي ولا تلبس اللبس ده. مفروض ان التنوع كان يخلي الموضوع احسن. بس انا ما بقتش شايفه كده. انتوا بتقولوا السنه دي اتعمل كام مسلسل؟ حوالي 38 مسلسل. ده رقم كبير، انتاج يعني ضخم يعني. عدد مسلسلات كبير. طب قولي لي بقى يا اسراء، انت شفتي ايه منهم والولاد شافوا ايه؟ اللي كان مجمعنا فعلا هو كامل العدد. كامل العدد طبعا. ده جمع مصر كلها. طبعا. طب ليه بقى؟ عشان في فئات عمريه مفيش. ايه فئات عمريه؟ فئات عمريه كتير يعني كان في إيه؟ الاعمار الصغيره هيحبوه، احنا كمان هنحبه. لان البطل والبطله سنهم مش صغير، مش اطفال ولا مراهقين، فاحنا حاسين ان في حاجه بتربطنا. في مراهقين، فلو بيت فيه مراهقين هيبقوا مبسوطين. ده حقيقي. بيحاكوا قوي تصرفات المراهقين. ايوه في المدرسه ومعجب بمين ومين بيتريق على مين. يعني حتى الصغيرين، حتى الاطفال. يعني بنتي مثلا صغيره وعندي ولد مراهق حسن وحسين جدا ونفس شقاوتها، ويعملوا الملايه دي ان هم في كهف ويستخبوا جوه الدولاب ومشاكل المدرسه وان هو مين بيتقبل مين ومين بيتنمر على مين فهم هم لقوا نفسهم فيه. بس العيال ضربونا في قلبنا قوي لما البنت قالت لاخوها انت بتتكلم ازاي واحنا جيل التسعينات. حسيت انه لا يعني متهيألي المفروض الزمن ما عداش. احنا قاعدين كده تحسي فين المخرج كانه حد ادانا كده. المفروض دي كانت تتشال بصراحه. مش كده؟ كان المفروض يشيلوها. حضرتك المفروض كنت ترفعي عليهم قضيه على فكره. جرحونا. ده ازدراء. مش كده؟ ده ازدراء جيل التسعينات بالظبط كده. طيب انتوا في التقرير انتوا بتعملوا تقرير سنوي مش كده؟ احنا التقرير السنوي ده بتعملوا فيه ايه؟ احنا بيبقى فيه رصد طول السنه طبعا، بس رمضان. رصد يعني ايه؟ ما قولي لنا كلام نفهمه. يعني بتعملوا ايه؟ يعني بنشوف الاعمال اللي بتتعرض. واحنا لجنه فيها خبراء كتير في المجلس القومي للمرأة. بالظبط، في المجلس القومي للمرأة في لجنة، وبنتفرج على المسلسلات والاعلانات. حاجه ممتعه. ما تاخدوني في اللجنه دي. عارفه ان الواحد يبقى وبتعملوا وركينج اورز كده وتقولوا انا قاعده. لا بس احنا بقى في التقرير الكبير لا احنا بيبقى معانا طلاب يعني كتير قوي من الجامعات، فبنعمل رصد تحليلي. يعني كل لفظ، كل مشهد، يعني كل حاجه شغل مش بنتفرج متعه. لا مش عايزه، يا ريت. لا
مش معاكوا، لا انا فاكره هقعد احط التلفزيون كده واحسب كده التمثيليه مثلا 36 ساعه عمل. ده حاجه جميله. لا بس لا ده شغلانه. بس بيبقوا عارفين نهايه المسلسلات قبلينا، دي حاجه. لا احنا بنتفرج، لا احنا بنتفرج على الهوا. متقسمين على كده. والحلو بقى ان احنا بقالنا 3 سنين بنعمل كمان استطلاع رأي. بنسأل الستات ونسأل الرجاله كمان. ايه اللي عجبكم، شايفين نفسكم في ايه اللي اعترضتوا عليه. نشوف في المسلسلات اللي احنا ممكن نبقى شايفينها انها كويسه، هل الناس مستقبلينها برضو كويس، هل حسوا بالنماذج الحلوه. قالوا ايه يعني الستات والرجاله؟ قالوا ايه؟ قالوا ان السنه دي مفيش تركيز زي السنين اللي قبلها، السنه اللي فاتت واللي قبلها بالخصوص، يعني على قضايا المراه. في قضايا الاسره، قضايا السوشيال ميديا مع الجيل الجديد اتعمل كذا تمثيليه على الموضوع. حتى في جوه حتى لو مش ده الخيط الرئيسي في المسلسل، بيبقى فيه شخصيه ولا 2 ده كيفهم، يعني ده الحاجه اللي هم بيحبوها. قالوا ان في تمثيل الى حد ما لفئه معينه في المجتمع. ودي على فكره مشكله بقى لها كتير. يعني يا اما الكلاس البسيط، يا اما الكلاس الغني او البيوت الفظيعه، الفلل والعربيات واللبس والالمازات والحاجات، يا اما الطبقه اللي هي البسيطه قوي. الطبقه اللي في النص موجوده بس تمثيلها بسيط، اللي هو الناس العاديه اللي زي مش لا. طب انت بتحسي ده يا اسراء؟ يعني بتحسي فعلا الناس اللي زي حالاتنا كده، اللي هم يعني اغلب المجتمع، ما بتحسيش ان في اعمال بتتكلم عننا؟ بصي هي عندها حق جدا، علشان دايما الورق بيروح للاكستريم عشان الناس تنجذب. فلازم اعمل حاجه غريبه، لازم لازم اعمل حاجه ناس يعني مش لاقيه تاكل خالص، عشان الناس تبتدي تتكلم ويحصل مش عارفه ايه. ايوه ده يا عيني بصوا البيوت عامله ازاي، بصوا كذا. او ناس غنى فاحش، فالناس تبتدي تقول ايه ده، هو في كده. فده احيانا بيبقى مقصود علشان الناس ابهار، فكره الابهار. ايه ده؟ بس ولكن هو حتى لما بيعملوا ده ما بيعبروش برضو على الطبقات دي. يعني يا اما الاغنياء دول مفترين وعندهم مشاكل اخلاقيه وماليه فظيعه. ايوه هم عملوا لهم ستيريوتايبنج. بقى نشوف حد غني انت حرامي، انت نصاب. ايوه ده خطر جدا. حد فقير انت هتسرقني، انت. انا عايزه اقول لك على حاجه، انه حتى الطبقات البسيطه برضو حطوها في قوالب كده انها برضو في حاجه غلط. ايوه يعني صح. انا كنت بتفرج على فيلم الحريفه، فيلم بديع عامله عدد من الشباب. يعني انا لما دخلته بالزق كده مع الولاد، انما لما اتفرجت عليه انا راجعه منه مبسوطه جدا. تحسي ان هو فيلم روق مزاجي. اولا بيعبر على كل الجيل الشباب اللي هو في ثانوي دول، وطبقات مجتمعيه مختلفه جدا، من ناس بسيطه خالص لناس شعبيه لحد غني بشكل فظيع حصل له دراما مشاكل. حتى البنت اللي هي المفروض صاحبته ما هياش مثلا منحرفه اخلاقيا، بالعكس بنت جدعه وقفت جنب منه وبدات تعمل له برنامج وسبورت. البنت الصغيره كانت ذكيه جدا في التعامل مع ازمه غنى فظيع لفقر فظيع. لكن قفشت نفسي، انا عايزه اعترف، قفشت نفسي في ايه بقى؟ ضحيه للستيريوتايب اللي انت بتقولي عليه يا لبنى. أيوه. انا طول الفيلم قاعده مستنيه، ها بقى العيال البسيطه دي هتسرق الواد الغني امتى؟ بالظبط، هينصبوا عليه ازاي؟ ايوه ده تأثير الاعلام. صح. او لما راحوا له البيت وشافوا الجزم الماركات الفظيعه هيقلبوا منه، او هيحسدوه. فكره اللي هو الحسد بقت مسيطره قوي 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 قوي. تعبت من نفسي قوي. بس عشان نبقى منصفين، الستيريوتايبنج ده من زمان قوي. يعني مش اخر 10 سنين ولا حاجه. لا من ايام المسلسلات القديمه، ومن برضو كان بيبقى فيه ستيريوتايب. بس احنا المفروض دلوقتي عندنا وعي أكتر. بقى في حاجه اسمها تربيه اعلاميه، بقت الناس كلها بتتكلم فيها. احنا نفسنا كمصر عندنا كود اعلامي للمراه، وعندنا كود اعلامي للاسره والطفل. يعني انا شاركت فيه مع اليونيسف والجامعه الامريكيه. طب فعندنا المعايير طبق ازاي برضو؟ لان انا عارفه وبتعامل مع كل الطبقات والطبقات البسيطه، وقد ايه ناس جدعان جدا جدا جدا، ويعني رجاله حقيقي وستات جدعه بجد، وبنات يعني ب100 راجل زي ما بيقولوا عليهم. بس انا وانا قاعده بتفرج على الفيلم
بفكر بدماغ الكاتب ومتخيله هيودينا فين. طب اقول لحضرتك فاهماني؟ على حاجه، فازاي ده نحاول انهم يعني يتنفذ. يطبق الكلام آه. اللي انتوا بتقولوا عليه. طب انا اقول لحضرتك على حاجه، دايما انا يعني شايفاها كده، ما اعرفش صح ولا غلط، انه احنا مش احنا عندنا اجندات في الاعلام؟ مين اللي عنده اجنده؟ الدنيا كلها عندنا اجندات في الاعلام. هو الاعلام كده. اجندات سنويه لا، ولا ثانية. وركينج اور لا، ولا إيه؟ ده اسبوعيه ماشيين على بدليل. ما تفرق كده. مش احنا عندنا في مواضيع بتبقى رأي عام الناس كلها، تفتحي كل برنامج تلاقيه بيتكلم فيها. في لا بتبقى على الخريطه. والله يا ريت يا ريت يبقى ففي بقى بس نبقى فاهمين. بالظبط. بس هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه والله كتير قوي، بس صوتي اتنبح. انه كان في دراسه اتعملت على امريكا، الكلام ده من اكتر من 15 سنه. اوكي. درسوا فيها انواع كل الانماط بتاعه الافلام اللي هي البوكس اوفيس اللي الناس يعني اسمها ايه، تهفتت تهفتت فظيع. لا ضد فئات معينه. لقوا ايه بقى؟ لقوا ان في تيمات هم محافظين عليها. ليه بقى؟ عشان عاوزين يبنوا بيها الصوره عن امريكا وصوره المجتمع عن نفسه. أوكي. فكره بقى ايه؟ الفرصه الثانيه، الصداقه، اهميه الصداقه، المحاوله، فكره الطموح اللي هو رحلات الصعود اللي احنا بنسميها. أيوة. احنا ليه ما يبقى احنا عندنا كميه مراكز بحثيه في بلدنا مش طبيعيه، وكميه اساتذه مش طبيعيين بيعملوا تقارير وبيعملوا ابحاث ليه ما نطلعش التيمات اللي احنا عاوزين من ضمنها بس ما بنشتغلش عليها. وبتبقى غالبا افلام مهرجانات، فالجمهور العام ما احنا عاوزين بقى ايه، مؤلف ومخرج شاطر كده يعمل حاجه كوميرشال. ما بقاش فيه المبدعين اللي يجيبوا فلوس. المبدع صح. دايما للاسف يعني دلوقتي المبدع دايما موجود، بس والله يعني في امل برضه. يعني الحشاشين السنه دي كانت رائعه بس كانت عايزه تركيز. عايزه يعني ده من نفس الكومنت. مسلسل رائع يعني من الحاجات اللي الناس تتفرج عليها مره واثنين وثلاثه، بس عاوز تركيز. الاحداث سريعه، الشخصيات كتيره، عاوز حد قاعد بيذاكروا زي شغلنا في اللجنه. حد بيذاكروا. الحقيقه كان مسلسل كتير. طيب البنات والستات بالذات طول الوقت بيشتكوا انهم مش لاقيين نفسهم في الافلام صح. ده من زمان، سواء ممثلات تقول لك ما بناخدش فرصتنا او ادوار، او البنات اللي في سن بناتي مش شايفين نفسهم. ده مظبوط. هل ده حقيقي؟ ده مظبوط. ده مظبوط. يعني ايه بقى صوره البنات يعني احنا عندنا يعني ده بغض النظر حتى عن اللي بيطلع ايه في التقرير، حتى الاستبيان. انا بحب الاستبيان اكتر لانه يعني الناس اكتر. فيقولوا إيه الشخصيه مثلا، نسالهم على شخصيه معينه تمثلك، او انت شفتي ان في شخصيات في رمضان ده تمثلك، لا النسبه ضعيفه قوي، ما تكملش اساسا ال 40%. يعني احنا السنه دي كل المحاميات زعلانين من نعمل افوكاتو. يعني بالقانون تنفع اللي بتجيبوه من سوق الخضار، انما مش الافوكاتو. يعني نفسي اشوف نفسي اقعد على قهوه وحد يديني 10 مليون جنيه. لا انا ممكن انتقم عادي، مفيش اي مشاكل. يعني عارفه سياق الدراما ما فيش، ما ادام ما فيش فيلينج ومش ان بابليك مفيش مشكله. انما حد يا جماعه اقعد على القهوه ويديني 10 مليون جنيه، ده بيجوا يفصلوا معانا في الربع جنيه. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، انه دايما كل ما هو اكستريم، كل ما هو حاجه متطرفه قوي، هي دي اللي بيبقوا متصورين انها هتجذب الناس. انا اعتقد يعني ممكن تصححي لي، المسلسل فقد جمهور كبير جدا بعد اول 10 حلقات مثلا، عشان المبالغه اللي انا بتكلم فيها دي. كل ما بالغنا بزياده بنبقى متخيلين ان ده اللي هيجذب، وفي الحقيقه الناس بقى عندها وعي انه لا. طيب تجربه اشغال شقه السنه دي كانت بنتكلم على كل الطبقه الوسطى. من عيني والمرمطه اللي بنتمرمطها مع اللي بيجوا يساعدونا في البيت. كانت قضيه لطيفه جدا الحقيقه. وكامل العدد زي انت ما قلتي، التجارب دي بقى كفيله انها تشجع على انها تكتر. يعني مثلا 7 جار كان مسلسل كان جميل، كان مسلسل رائع جدا ومع ذلك كسر الدنيا. ما بالظبط. فهل ده ممكن يشجع ولا يشجع؟ لانه يعني في يعني مش هسمي اسامي، بس في مسلسلات وبرامج كانت دايما هي اللي بتشد. كامل العدد السنه دي عشان كميه المراهقين والاطفال والعدد كان كتير، والعيله ومين بيتخانق مع مين. لا هو خد يعني كان بيبقى بتكلم حتى على اولادي، يعني خد من ان هم يتفرجوا عليه بدل ما يتفرجوا على مسلسل تاني
معروف برضو كان ليه جمهوره بقاله سنين، لا هم مختارين ده. طبعا يشجع. كنت حتى لو انا ما كنتش مهتمه قوي، او لو انا عايشه يا جماعه الخناقات دي مش قادره اشوفها والله، مش قادره اشوفها تاني، بس ببقى قاعده معاهم. على فكره في حاجه كمان في كامل العدد، انا احساسي ان ده اللي خلى الناس تتابعه قوي، انسانيتهم وصدقهم في التعامل مع وفاه مصطفى درويش. قوي. مش مجرد ان بطل من الابطال، وحتى لو كان بطل ثانوي فخلاص هو توفى فحطيناه في السياق الدرامي انه خلاص توفى يا جماعه وعليها شريط شكرا. انا حسيت بصدق كبير جدا من الناس حتى الاطفال الصغيره، صحيح، انه لا هم مفتقدينه بجد وزعلانين عليه بجد. بس دي حاجه مهمه، فالناس لانه في المدارس حتى في اطفال كتير ابهاتهم متوفين. قصدي ان ده حصل فده في الحقيقه، هو ما توفاش في سياق لا، بس درامي، قصدي ان هو الموضوع بجد. نفسه هم يعني ان هم بيعانوا من فراقه ازاي وبيفتكروه ازاي، لان دي وعلى فكره ده بتبقى بالظبط، وبيتعاملوا معاهم ازاي. واظن الورق اتعدل فيه كمان. طبعا ده اكيد. ازاي اللي حواليهم قدروا يساعدوا شويه بشويه. هو الحقيقه في كام عمل السنه دي ادانا امل انه ممكن يتعمل عمل كلنا نشوف نفسنا فيه، وكل سن يلاقي نفسه موجود بمشاكله بحاجاته الحلوه بمقالبه، وفي نفس الوقت يدي قيم. يعني في مسلسلات كان فيها قيم وكان فيها اخلاق، فيعني نرجو انه النجاح اللي اتحقق في بعض المسلسلات اللي كان فيها قيم يشجع اكتر من كده. نعمل مسلسلات عيله. مسلسلات عيله طبعا وده بيحصل. ده بيحصل طبعا. وابتدينا انا احساسي ان ابتدينا شويه نقلل من الدوز بتاع البلطجه لا لسه موجود. والمطاوي، لا لسه بس موجود. الدوز ما قلش شويه، لسه موجود وبقوه. وبالقانون. انتوا بالقانون. انا القانون معلش عامل مشاكل رمضان السنه دي والله. عموما هنكمل المناقشه الحلوه بتاعتنا، وعايزين بس ايه السنه الجايه نشوف حاجات تعبر عننا حقيقي، مش انه بعض الناس تقول لك ايه والله احنا بنعكس اللي بيحصل في المجتمع. لا مش حقيقي. لا. يعني لما بيعكسوا اللي بيحصل في المجتمع وبنشوف نفسنا، الاعمال بتنجح وبتكسر الدنيا. يعني انا سعيده بانه اصحابنا صحابنا والله احنا مبسوطين قوي معانا النهارده، نستفيد برضو من خبراتهم، ما تبقاش قعده شاي بلبن كلها كده ايه يعني دردشه، لكن زي ما انتم عارفين برنامجنا هو برنامج العيله كلها، وولادنا واخواتنا واصحابنا واصحاب اصحابنا. نشوفكم الحلقه الجايه.